السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا في قناة الجزائر فوت وفي فيديو جديد. أولا أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لتصلكم جميع فيديوهاتنا. هذا اليوم تم تدشين ترامواي مستغانم ويدخل رسميا حيز الخدمة ببرنامج عمل مدروس ووتيرة أشغال تم من خلالها استدراك التأخر في مشروع ترامواي مستغانم على يد مؤسسة جزائرية 100%، وهي شركة كوسيدار. مستغانم اليوم 18 فبراير بمناسبة يوم الشهيد تستلم هذا المكسب الواعد بدخوله حيز الخدمة، نمط جديد للنقل الحضري ذو السعة الكبيرة، آمنة وصديق للبيئة. فألف مبروك لولاية مستغانم، وإن شاء الله العقوبة للولايات الآخرين. وفي الأخير أشكركم على مشاهدتكم للفيديو ودعمكم لنا.